عمليات التجميل لو حد جاي عشان إنقاص الوزن، لا إحنا مش مختصين بإنقاص الوزن. دلوقتي يا دكتور أنا كنت حابة أعرف من حضرتك، هي عملية التجميل بتقلل في الوزن؟ لا، عمليات التجميل أو تنسيق المقاوم بتشتغل أساسا على الشكل، يعني تظبيط شكل الجسم. يعني لو عندي منطقة البطن مثلا فيها دهون زيادة شوية، بقلل كمية الدهون في المنطقة دي وبعيد توزيعها في منطقة تانية. لكن هل كمية الدهون اللي هاخدها من البطن دي هتفرق معايا في الوزن؟ لا، ما بتفرقش حاجة تذكر يعني عمليات التجميل لو حد جاي عشان إنقاص الوزن، لا إحنا مش مختصين بإنقاص الوزن، إحنا مختصين بإعادة تشكيل الدهون على مستوى الجسم. أو لو حد جالي عنده وزنه زيادة أو معامل السن عنده 30% فما فوق، ما بعملوش عمليات شفط، يروح الأول لدكتور تغذية يكتب له نظام غذائي، ممكن يمشي على دايت ورياضة عشان وزنه ينقص. مش عايز الكلام ده، يبقى هيروح لحد تخصص جراحات السمنة، يعمل له بقى عملية من عمليات السمنة، سواء الكبسولة الذكية أو بالون المعدة أو التكميم عشان وزنه ينقص. لكن احنا كجراحين تجميل أو مختصين بتنسيق القوام مش مسؤولين عن إنقاص الوزن.